عشان كده أنا شايف إن عثمان ديمبلي ما ينفعش يبقى هو أفضل لاعب في العالم. نسبة المشاركة، أي لعيب بيشارك كل ما بيشارك أكتر بيجهد أكتر، فيجي على آخر الموسم مستواه يقل شوية. طيب هل ده اللي حصل مع ديمبلي الموسم ده؟ لا، ديمبلي شارك في 60% فقط من الدقائق المتاحة ليه للمشاركة مع باريس سان جيرمان، لأن لويس إنريكي لأن عارف إن إصاباته كتير كان بيفضل إما راحته على الدكة، وفي ساعات كان بيتعاقب ويستبعد من التشكيل بسبب أزمات سلوكية أو تأخير أو في الآخر شارك 3487 دقيقة، وده رقم أقل ب 1000 دقيقة. 1000 دقيقة ده يعني حوالي 11 ماتش عن أقرب واحد ليه في قائمة المشاركة في الشورت ليست اللي أنا حاططها لك. بمعنى آخر، اللعيب لما يبتدي الموسم بيبتدي الفورمة تصاعدية، وقبل الموسم ما بيخلص بيبتدي الريتم ينزل. ده ما حصلش مع عثمان ديمبلي، لأن ديمبلي ما شاركش الموسم كله ففنش الموسم كويس، لأنه أصلا ما تعبش طول الموسم زي الناس. الراجل كان بيلعب ماتشين ثلاثة ويريح ماتش، يلعب 3 4 ماتشات ويريح ماتش، ودي رفاهية ما كانتش موجودة عند ولا واحد من اللعيبة اللي أنا حاططها لك في الشورت ليست.